السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم جيفي باريكلوس، واليوم جايكم بهذا الفيديو عشان نوضح بشكل تقني وبأسلوب بسيط وش هو الحظر الباند في فري فاير، ليه يصير، هل يمكن فكه، وكيف يشتغل النظام من الداخل. خلونا نبدأ. أولاً، وش يعني حظر في فري فاير؟ الحظر ما يجي من فراغ، هو نتيجة تلاعب غير طبيعي داخل اللعبة، سواء بتعديل ملفات، استغلال ثغرات، أو اللعب بطريقة يعتبرها النظام غير بشرية. أمثلة واضحة: التلاعب بملفات OBB أو داتا، تعديل بيانات اللعبة من خارجها، استخدام أدوات تخريب مودينج تولز، استغلال أخطاء برمجية داخل الخرائط أو الشخصيات، استغلال ضعف النت للدخول داخل الجدران، أو تجاوز نظام الفيزياء. كل هذه الأشياء يراها السيرفر كتصرفات غير منطقية ويفرض عليك باند دائم. وش يعني؟ أخطاء برمجية. أحياناً اللعبة نفسها تعطيك رسالة خطأ برمجي، هذه الرسالة معناها إن في مشكلة في الكود أو في البيانات اللي تم إرسالها للسيرفر، لكن اللاعبين استغلوا هذه الأخطاء. أي شخص يحاول يغير أو يستفيد من هذه الثغرات، الحساب يتم الإبلاغ عنه تلقائياً، وبعد تحليل السيرفر باند. ليش ما تقدر تفك الباند الدائم؟ لأن الحظر ما يجي من ملفاتك المحلية، يجي مباشرة من السيرفر الأم. وهذا يعني السيرفر لما يحظر حسابك كأنه يفصل هويتك الرقمية بالكامل من النظام. حسابك يصبح بدون سيرفر، بدون اتصال، بدون صلاحية دخول. يعني كل اللي يبيعونك طرق لفك الباند يكذبون عليك. ولو فعلا كانت في طريقة، كان ممكن بعدها تخترق الجواهر وترسل لنفسك ملايين بدون ما ينكشف الموضوع. هل ممكن تهكير الجواهر؟ لا، وبصراحة مستحيل، خصوصا في 2025. جارينا صرفت أكثر من 20 مليون دولار على نظام الجواهر، لأن لو انفتح باب التهكير اللعبة كلها تنهار اقتصادياً. حتى لو سويت تهكير محلي مثل إكس مودز، فهذه وهمية تظهر لك أنت فقط وما توصل نهائياً للسيرفر. جربت الموضوع بنفسي كمبرمج، وفعلياً تقدر تعدل الرقم محلياً، لكن السيرفر ما يعترف فيه. ولو حاولت ترسل طلب غير طبيعي، باند فوري، لأن السيرفر يحلل كل طلب بدقة. وإذا عن تهكير السكنات سكينز، قبل 3 سنوات كان يظهر لأصدقائي، لكن جارينا أغلقت الثغرة بنسبة 70%. اليوم محليا تقدر تشوف اللبس أنت فقط، أونلاين ممنوع، والسيرفر هو اللي يتحكم في كل شيء. أي تلاعب بالسيرفر هاك باند دائم. ليه في حسابات كتير تنبند؟ بسبب استغلال ثغرات داخل الخرائط، استغلال باجز في الشخصيات، تعديل الأكواد أو ملفات اللعبة، تهكير السرعة، التصويب، الحركة. وحتى لو كان الخطأ بسيط، السيرفر ما يرحم، لأن جارينا تعتبر الهاكرز أعداء مباشرين وتتعامل معهم بصرامة شديدة. هل يوجد باند عشوائي؟ الاحتمال ضئيل جدا، تقريبا 1 من مليون، لأن كل باند في جارينا له تقرير كامل، وإذا دخلت معهم نزاع رسمي يعطونك سبب الحظر. ممكن يصير باند خطأ، لكن نادر جدا، خاصة في سيرفر مينا. نسبة الباند الخطأ تقريبا 0.00000000001%، يعني شبه مستحيل. هل خدمة العملاء تقدر ترجع حساب مبند؟ للأسف لا، حتى لو كتبت لهم من الصبح لليل. طالما السيرفر سجل عليك مخالفة، انتهى الموضوع. حتى المطورين ما يقدرون يرجعون حساب مبند. الوحيدين اللي كان عندهم صلاحيات عالية هم المدراء القدامى مثل أوسكار، لكن بعد تغيير الإدارة كل الصلاحيات تغلصت. اليوم في 2025 الإدمان إليشر دوره محدود جدا، المطور إليشر صلاحياته قليلة مقارنة بالسابق. الإدارة الجديدة صارمة جدا. جارينا أصلا تفضل اللاعب يبدأ حساب جديد ويشحن بدل ترجيع حساب قديم ما يعود يحقق أرباح. خلط اللاعبين بين الإدمان والمطور. هناك ناس يخلطون بين الأدمن هيرسل تقارير لشركة فيها، هذا ببرنامج شراكه مثل يوصلون أصوات لاعبين اللي شاركوا، مش مطور. المطور هو ليه يطور بشركه، عنده صلاحيات بالأكواد وتبنيد. حتى وهو ليه يرسل جواهر لليوتيوبرز بعد تقرير الأدمين، الشريك صانع المحتوى صانع محتوى يلقى دعم من غيرنا أكواد جواهر فقط. رجع مثل زباله ما عنده. أي أيامه بعد الإدارة الجديدة مثل أخرف أو صالح، هؤلاء إداريين فقط، ما عندهم أي صلاحيات بالسيرفر. وظيفتهم يرفعون تقارير وينسقون مع الشركة فقط. كلمة أخيرة: مجتمع فري فاير يحتاج وعي. مستحيل تهكر الجواهر، مستحيل ترجع حساب مبند، مستحيل تعدل ملفات ويعدي الموضوع. جارينا اليوم مش جارينا 2019 اللي كان فيها بدرا وأوسكار وبشرى وتلك الأيام الجميلة.
أنا لاعب قديم من أيام الفاير باس التاني وعاصرت كل التغييرات، واليوم جاء الوقت نتكلم بصراحة ونوضح الحقائق بدون مجاملة. انتظروا الجزء الثاني، راح أكشف فيه أشياء كثير صناع محتوى ما يتكلمون عنها، مثل تغيير السيرفر، صلاحيات الشركاء، وتفاصيل ما يعرفها إلا ناس قليلين. سلام عليكم وإلى اللقاء في الجزء القادم. في شرح أكتر ضجه على هذا أشرح وأشياء جديدة. إذا لقيت دعم راح أكمل حتى 6 أجزاء، لا يوجد أي مشكلة. I need equipment. Yeah.